النهارده بقى عملت لكم شوربة كوسة صحية جدًا، وكمان تنفع للناس اللي بتعمل دايت. أول حاجة جبت نص كيلو كوسة قشرتها وقطعتها بالشكل ده، وكمان عندي هنا بصلتين قطعتهم طرنشات، وحبايتين طماطم قطعتهم مكعبات بالشكل ده. أول حاجة جبت حلة حطيت فيها معلقتين زيت ومعلقتين سمنة، هنزل عليهم بالبصل، وبعدين هحط هنا الملح وهفضل أقلب فيه كويس جدًا. هقلب في البصل ده لمدة دقيقتين كده لحد ما البصل يدبل معايا. وده كده شكله بعد ما دبل معايا. هنزل عليه بالشوربة. هاسيبه بقى على النار لحد كده ما الشوربة تغلي معايا، وبعدين هانزل عليها بالكوسة. وبكده الشوربة تكون غليت معايا، هابدأ بقى أنزل عليها بالكوسة. هاقلبها تقلبتين وانزل عليها بالطماطم. هاسيبها بقى على النار لحد ما تستوي معايا. وده كده شكلها بعد ما استوت معايا. حلوة جدًا لازمًا تجربوها. وأنا هنا باقدم معاها رز أبيض، وباقدم معاه فراخ وبرضه أو لحمة عادي. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وبألف هنا عليكم.